بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على من أرسل هدى ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بعنايتكم أيها الإخوة والأخوات في رحاب هذه الحلقة رقم 31 من برنامج مع اللغة العربية، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجمعنا على خير. بعد قليل إن شاء الله سنستضيف الأخ العزيز الأستاذ محمد علي سعيد حامد، وهو من الذين يحبون هذه اللغة العربية ويعملون من أجلها، وفي ذات الوقت برضو من الذين يدافعون عنها بقوة ويعلمون مكانتها. الأستاذ محمد علي هو مواليد إريتريا ولكن نشأ في السودان، وهو خريج جامعة الجزيرة، وسيحدثنا عن سيرته العاطرة إن شاء الله. وهو أيضا من الإخوة الذين نحبهم في الله، وعرفناه في المساجد وعرفناه في مواقع الخير والعمل الطيب بإذن الله. باسمكم جميعا أرحب بالأستاذ محمد علي سعيد حامد أبو زينب كما نسميه. مرحبا به وبكم أيها الإخوة المشاهدون. أيها المشاهدون الكرام، تحية طيبة مباركة مجددة لكم أينما كنتم وأنتم تشاهدون وتتابعون هذه الحلقة رقم 31 من قناة سلام الإعلامية. ونحن اليوم في رحاب مع اللغة العربية كما نوهنا في السيرة العطرة التي تحدثنا عنها عن الأستاذ محمد علي سعيد حامد. وطبعا أستاذ محمد برضو بالإضافة لما ذكرنا أنه هو برضو رجل إعلامي ورجل يطل عبر شبكة عونة. إن شاء الله نحن نستضيفه في قناة أخرى، هو والزميل أبو وليد إن شاء الله. أستاذ محمد، أنا اليوم نحتفي بك باعتبارك رجل هميم ورجل من الذين يحبون هذه اللغة العربية، وكل من يحب هذه اللغة نحن نحبه في الله وفي هذه اللغة. كذا أستاذ محمد، مزيد من إلقاء الضوء على سيرتك الذاتية، تحدث لنا من يعني النشأة والمولد وفي نفس الوقت المراحل الدراسية، وبرضو بعدينك حديثنا حيكون عبارة عن ونس ودردشة. فمرحب بك في قناتك سلام الإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في محكم تنزيله: اللهم زدني علما. وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: ما أراد الدنيا فعليه بالعلم، وما أراد الآخرة فعليه بالعلم، وما أرادهما الاثنان معا فعليه بالعلم. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في بدي سعيد كل السعادة أن أكون ضيف على هذا البرنامج الطيب في شبكة السلام، وأن أكون ضيف على قامة إعلامية وأدبية وشعرية بمستوى الوطن في معية الأستاذ أحمد شريف، في موضوع يعني كبير. أنا أعتز بك والله يا أستاذ محمد. هذا الموضوع ربما يكون أكبر يعني من حجمي، لكنه يعني فأنا يعني ينطبق علي مثل الذي يقول يعني أنا يعني كظهر البعير، يعني كمثل ابن لبون لا ظهر يركب ولا درع يحلب، لكن إحسان الزن جعلنا يعني نشارك في هذه الحلقة. وإلا برنامج أنت بحجم أستاذك أحمد شريف يحتاج إلى فطاحلة في اللغة العربية من أمثال يعني طه حسين وبرف عبد الله الطيب وفراج الطيب وهؤلاء الناس القامات الوطنية في الشعر وفي اللغة العربية. لكن هكذا بارك الله فيك، نحن نقدر جهدك يا أستاذ محمد بأمانة. سعيد بهذا اللقاء أستاذ أحمد، الحمد لله، وأنت رجل يعني فاضل، وربنا يعني يجعلنا الحسن المشاهدين إن شاء الله في قناة السلام بإذن الله. كده مر بينا بالمراحل التعليمية أستاذ محمد. طيب، أنا طبعا يعني اسم محمد علي سعيد حامد. أنا ولدت في إريتريا ونشأت في كسلة بالسودان، والآن يعني أقيم في أستراليا. المراحل التعليمية يعني هي مراحل كلها كانت تقريبا في السودان، بدءا من كسلة مدرسة التوتيل الابتدائية في نشأت في حي الخاتمية، الحي العريق في كسلة طبعا، وكنت أنا بجوار السيد الحسن وبئر توتيل، ونشأت في هذه الأماكن الطيبة المعروفة تاريخيا في شرق السودان. نعم. ثم انتقلت إلى مدرسة مكرام المتوسطة
وهذه كذلك مثلا يعتبر من المدرسة العريقة جدا في كسل العريقة الوريفة. ثم انتقلت إلى مدرسة كسل الأكاديمية الثانوية، ومنها انتقلت إلى جامعة الجزيرة في ود مدني، وأنا أحمل بكالوريوس في الاقتصاد والتنمية الريفية، تخصص قسم المحاسبة والتمويل. وأتيت كشأن أي شخص مهاجر من وفار من بلده إلى هذه دول المهجر، وأنا أحد من أبناء جيل الشتات الذين يعيشون في دول المهجر، وجئت لهذه البلد حوالي يعني لي 15 عاما تقريبا، والحمد لله متزوج وأب ل4 أطفال. وأبو زينب طبعا، نحن نسميه أبو زينب طبعا. الله يحييك يا أستاذ. وبارك الله فيك وربنا يخلي لك أولادك. أستاذ محمد، طبعا لك يعني صوت وحضور بارز في عونا، إذاعة وموقع عونا الإلكتروني، ونحيي الإدارة عندكم. أستاذ محمد كده، أنت قلت لي قبل التسجيل ما تعرف دخلت السودان كيف، برا ولا جوا ولا بحرا، نقلوك وانت طفل صغير يعني. فمن وين انتقلت من ياتو منطقة في إريتريا؟ والله أنا يعني الوالد الله يعني يديه العافية والصحة، كان رجل ما شاء متنقل الله. ورجل يعني صاحب ثروة حيوانية ضخمة كان، وله يعني كان من الإبل يعني ما شاء الله يعني زي ما يقولوا يعني. فكان يتنقل ما بين أنحاء إريتريا، يعني من بركة إلى عنسبة إلى سواحل، لأنه عندنا كان يعني والد أحكي طبعا يعني كمية من الإبل. أنا ولدت يا أستاذ أحمد في بالضبط كده في منطقة عنسبة، في مكان يسمى الآن والدبان. والدبان أعتقد يعني هو الاسم الحالي، زمان كنت عليه تقريبا ما أعرف قلت أو شيء من هذا القبيل. اوكي. على ضواحي تقريبا كرن يعني ما في المناطق هذه. أنا طبعا ما أذكر صراحة أنه تاريخ إريتريا بالنسبة لي سنة عمرك كان تقريبا كم وانت تدخل السودان؟ لم أتذكر الوطن تماما. الثاني يعني، ها؟ هذا الوطن الأول بالنسبة لي السودان طبعا. أنا حقيقة يعني. والله فأنا انا شخصيا لا اؤمن بهذه الحدود. أو هذه الحدود أساسا نعم، هذه حدود استعماريه وهميه، لكن أحسن. نحترم برضو الدول القائمه فيها، لكننا لا شك لا شك يعني لا اصلا حدود. احنا هذه بلاد الله الواسعه، نعم فعلا فنهاجر أنا فيها حيثما كنا. أحسنت هذه حدود وهمية وداعية للاستعمار حتى يسيطر على الشعوب. فأنا دخلت السودان ولا أدري صراحة حتى دخلت من أين، يعني أنا صغير جدا يعني ويافع، وكان طبعا المقصد كله يعني أدرس القرآن الكريم. وطبعا الأسرة باعتبار جيت من أسرة متدينة من ناحية دينية، فكان كله طموحات والدي أن أكون يعني أختم القرآن وأكون شيخ في المسجد أو شيخ في خلوة ما. هذه كلها كانت طموحات الوالد والأسرة تقريبا. قريت ختمت القرآن أستاذ محمد؟ لا لم أختم القرآن صراحة. أنا صراحة كان في طريق الختمة، لكن يعني عمي الله يرحمه أستاذ محمد مصطفى شلال، أستاذنا، واحد من أعلام الأمة تقريبا، واحد من أساتذة الأستاذ أحمد شريف. طبعا هذا الشخص نعم، له الرحمة والمغفرة، الأستاذ محمد المصطفى شلال توفي في مدينة كسلة قريبا يعني، وهو كان أستاذنا في مدرسة والشريفي المتوسطة، مؤسس ومدير المدرسة ومربي جليل رحمة الله عليه. هو يبقى لك شنو خالك، مش كده أستاذ محمد؟ يعني مقام الخال طبعا، بل هو كان مقام الوالد في ذاك الزمن. طيب، هو الذي دفع بك إلى النظام التعليمي؟ ايوه نعم. انا كان اصلا كان طموحات الوالد وكل الاسره تقريبا كان هو يعني ختم القران وشيخ او على الاقل يعني امام جامع. كان هذا للاسره. استاذ الوالد المربى الله يرحمه محمد مصطفى شلال يعني راى في بعض الصفات وبعض الاشياء، فقلب عليه لازم اتعلم التعليم النظامي. لكن لا زلت رجلا مسجديا يعني. الحمد لله. يشهد لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أحسن الله. والله شهادة لله، هذا الرجل المحترم نحن عرفناه في المساجد، الله يجزاه خير. وهو غيور في هذه اللغة وفي اجتماعات الجالية يتحدث عن مكانة وأهمية هذه اللغة. وأنت رجل نشهد أنك رجلا تحب الله ورسوله والمؤمنين. الله يحسن لك يا أستاذ، وأنت كذلك يعني هذه شهادة نعتز بها يا أستاذ. فأستاذ الوالد محمد مصطفى شلال أسر أن أدخل مدارس النظام التعليمي في المدارس السودانية، فأخذني إلى النظام المدرسة الحمد لله. والحمد لله كان كلها مراحل متفوقة إلى أن وصلنا الحمد لله الجامعة وأكملتها الحمد لله بعام 2001 في الجزيرة. نعم. والحمد لله. المهم الأمور يعني ده ممكن شيء كده مختصر سريع كده عن السيرة الذاتية وبدايات الحياة التعليمية. كده هسي شيخك في القرآن كان منو؟
انا درست في الشيخ اخوذ الشيخ سيد الحسن في الختميه. في الختميه ذاتها. نفس انا كنت في الختميه مدرسه الجامع الكبير الشيخ طيب، الحسن. هل مر عليك شيخنا شيخ خليل، سيدنا خليل؟ طبعا اكيد اكيد. طيب، نعم. هسه دار تربط لنا هنا الختميه بمدينه غرداد. تعرف انه سيدنا خليل انا ختمت في يده؟ يا سلام يا سلام والله يا العظيم، سلام. في مدينه غرداد في حوش سيدي، وبعدين انتقلنا الى منزله في حل السودان لما نعم العسكر الاثيوبيين استلموا حوش سيدي، يعني بعد بدل يا كانت خلوه وكان فيها خلوه سيدنا خليل. نعم. فجينا يوم السبت، طبعا اجازتنا كانت الخميس والجمعه فيها غرداد الخلوه يعني. طيب. نعم. فجينا يوم السبت لقينا الحوش محتل، وارجعوا قالوا لنا، فمشينا وللتاريخ مشينا لبيت خليفه هبتيس. خليفه نعم. هبتيس ده ابوه عبد لاخوه عبد القادر. القادر هبتيس، نعم 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 نعم. ورا الحوش بتاعت سيدي. وقعدنا هناك كذا شهر لحد ما يرتب سيدنا خليل بيته حوش كبير في حل السودان، فانتقلنا هناك وانا ختمت القرآن الكريم ورددت مع سيدنا خليل. فبالله كده حدثنا عن سيدنا خليل، ودي شهاده برضه مناسبه سعيده. ونحن طبعا في برنامجنا هذا تحدثنا عن خلاوه كثيره عزيزي المشاهد، وذكرنا عدد من الشيوخ منهم سيدنا خليل. كده حدثنا عن سيدنا خليل هو كشهاده. صراحه نعم استاذ احمد، يعني رجل فاضل ورجل يعني علامه في القران الكريم. وانا صراحه يعني ما امكث في خلوه كثيرا، ممكن اقل من سنه، وكنت على وشك يعني يمكن يعني 4 اجزاء من القران الكريم. وبعد ذاك الوالد الله يرحمه احمد نصر شلال اخذني طبعا مباشره الى الدراسه النظاميه في المدرسه. لكن يعني حقيقه يعني هذه الخلوه كانت مشهوره جدا جدا مع الطلاب، حتى كان يجوا من الشرق، من غرب السودان ومن شمال السودان. فكانت عباره عن صراحه يعني شيء نموذجي في شرق السودان. تتذكر عددكم كان تقريبا قدريش؟ يعني فوق ال 500 تقريبا، لكن مدرسه الصباح ومسك المدرسه. نعم فوق ال 500 طالب. نعم. والرجل سيدنا خليل طبعا كان مترع، وكان جاي بتجربه بتاعت خلوه الرجل خبره يعني خبره محترفه من برا طبعا. اكثر من 34 سنه يعني تقريبا يعني. احسنت احسنت. طالما قريت فيه في الثمانينات، نعم مش كده؟ نعم يعني نهايه الثمانينات. نعم. طيب، هسه خش علينا كده 200 على، يعني انت تحب اللغه، هذه اللغه يعني نعم كده. دائما هذه اللغه كمان للمعلمين دور كبير في المراحل المختلفه. يعني نحن الان مثلا علاقتنا بهذه اللغه دائما نربطها بالاستاذ عبد الرحمن الشابك مثلا في المرحله نعم. الاعداديه، اخو نعم. العرب هكذا كنا نسميه. جميل. وبرضه بالاستاذ احمد عجيب. وبعدينك لما دخلنا الثانويه برضه لحقت بابن هارون، ولا ما لحقت رحمه الله عليه، شاعر الشرق الكبير الاستاذ محمد نعم. صالح ابن هارون، وشكري محمود شكري ابو حلقه. فالمعلمين ديل لكل واحد من المشاهد الكريم والمشاهده كذلك، استاذ اللغه كان له دور كبير في تنميه مهارات اللغه. فمن تذكر من معلميك الذين غرسوا فيك حب هذه اللغه وخلوك انك تنتمي لها؟ استاذ احمد يعني سؤال جميل جدا يعني، وسؤال كبير كذلك. بس احب باعتبار نحن نتكلم في اللغه العربيه، هذه اللغه العربيه هذه اللغه الضخمه الذي يعني تحتل مكانه كبيره على مستوى العالم. ليتني ادتني فرصه اعطي يعني المشاهد الكريم نبذه صغيره او معلومات سريعه عن هذه اللغه على مستوى العالم، ثم اتي سؤالك ان شاء الله. يشرفنا ذلك، تفضل. اللغه العربيه استاذ احمد طبعا هي من اللغات السته المعترفه على مستوى الامم المتحده. جميل. هذه اللغه تعتبر الان هي اللغه الرابعه على مستوى العالم، وتتحدث بها تقريبا نصف مليار نسمه على مستوى العالم. 26 دوله عربيه تتكلم كل لغه عربيه معروفه طبعا. هذا كلام في ذلك عام 1973 اصدرت الامم المتحده قرار بان تكون اللغه العربيه لغه رسميه في الامم المتحده، رسميه وعمليه، واخذ له يوم كمان خاص بها هو يوم 18 من ديسمبر، احتفال كامل لهذا اليوم وعطله رسميه بهذه اللغه العربيه. نعم. هذا يؤكد ان هذه اللغه العربيه لغه متميزه ولغه كبيره على مستوى العالم. هم يقال ان نصف المليار يتكلم بها، لكن انا عن نفسي ارى ان هذه اللغه يتكلم بها كل المسلمين، وهذه هي بالنسبه لنا دستور، وبالنسبه لنا يعني مرجعيه للقران الكريم، يكفينا لغه القران الكريم. نعم. فهذه اللغه اللي هي لغه الضاد المتميزه على مستوى العالم، نحن طبعا عشقناها من زمن طويل وعرفناها، يعني نحن مما نشأنا طبعا
فأول أرجع لسؤالك الآن إن شاء الله. أكيد يعني في المراحل التعليمية كان أساتذة أثروا فينا في هذا الجانب اللغوي واللغة العربية. أبدأ مثلا من الابتدائية، كان هناك أستاذ اسمه نور جعفر في الختمية. النور الأستاذ جعفر. نور جعفر يمكن هو صديق المرحوم الأستاذ محمد مصطفى شلال. نعم رحمة الله عليه. ثم الأساتذة الكبار أثروا معنا كمان الأستاذ عمر خاطر، الآن هو موجود في إذاعة التلفزيون السودان، رجل معروف، رجل إعلامي. عمر خاطر من ضمن الناس اللي درسونا في المتوسطة، يعني في المتوسطة اللغة العربية، وكان رجل معروف يعني بأدبيته وشعرته وحب اللغة العربية. نعم. وأصل المعلمين في الثانوية الأستاذ حبيب الله يرحمه، توفى تقريبا، هذا الرجل كان بتاع بلاغة الله عليه. ونحو. والأستاذ محمد بابكر كان رجل أديب ورجل يعني بتاع الشعر ما شاء الله، وشعراء صراحة أساتذة يعني لا يحسون، يعني ما شاء الله كان لنا يعني أساتذة كبار. نعم. الذين حسنا جزء كبير من المعلمين اللي كانوا يحبوا اللغة العربية، وفعلا حبنا اللغة العربية وأثرت فينا تماما. ويعني الكلام يثير كثير على هذا في هذا الموضوع مع الأساتذة. وفي الجامعة أستاذ، على الرغم أنه تخصصك كان محاسبة، نعم. لكن برضو الجامعة باعتبار أنه مرحلة أو مكان تفتغ الوعي والثقافة والسياسة وكذا، والسودان هكذا كان السودان يعني قبل أن يكون السودان الحالي. ونأمل إن شاء الله ربنا يزيل هذه الغمة السياسية التي تلبد السودان. المرحلة الجامعية والعلاقة في اللغة كانت كيف أستاذ محمد؟ نحن يا أستاذ يعني لحسن حظنا في الجزيرة مدني، يعني جئنا في قلب السودان تقريبا. وهذه المنطقة صراحة يعني الجامعة خاصة كان يعني حيوية بالنشاط الأكاديمي والنشاط الثقافي بشكل يومي تقريبا. يعني لا يمر يوم في جامعة الجزيرة إلا هنالك شيء ثقافي، سواء كان يعني معروف برامج ثقافية، ليلات شعرية أدبية. أما مسرح الجزيرة هذا كان لا يعد عليه يوم تمر عليه إلا وفي يوم ثقافي، يوم أدبي، يعني شيء من هذا القبيل. فصراحة يعني في هذه الجامعة يعني وجدنا اللغة العربية مكانة ضخمة جدا جدا، وكل يوم يعني يزداد واحد يعني يشوف ناس ما شاء الله بهذه اللغة، يعني يجي ضيوف من الخرطوم في الجامعة بيدرسوا عن الأدب العربي والأدب الجاهلي والأدب يعني الأحاديث وكل شيء. فصراحة كانت الجامعة تضخ يعني يعني ثقافة عربية، وكانت يعني صراحة مركز ثقل كبير جدا لهذه اللغة العربية. وصراحة استفدنا من هذا الجانب، عارف يعني احنا صراحة يعني اللغة العربية كانت متنفس كبير لنا في هذه المدرسة في الجامعة. وكنا على المسارح الثقافية بشكل يعني أسبوعي أو يوم، كان نذهب المسرح ونجد يعني الثقافة العربية موجودة واللغة موجودة في كل يعني شوارع وزقة جامعة الجزيرة. نعم. ففعلا استفدنا منها كثيرا سبحان الله. الوقت ده كان عندك اهتمامات إعلامية أستاذ محمد؟ هو والله يعني أستاذ أحمد، أنا صراحة يعني اهتماماتي الأدبية ظهرت مبكرا. يعني أنا في المتوسط أذكر يعني كنت يعني عندنا كان طبعا الجمعيات الأدبية والثقافية يعني في المتوسط. أيوة نعم. فعندنا كان في مكرام تقريبا يعني الشكل الثقافي ضخم جدا، احنا يعني كنا صغار السن. فكان هذا الجانب الأدبي ظهر يعني في برامج الصباح، في الطابور الصباحي ده. فأنا كنت أقدم يعني برامج يعني نوعا ما في الأخبار، وأحيانا كنت أقدم أخبار كاذبة. وعندي كان صراحة نوعا مواهب في هذه الجوانب. فكنت استلم الناس في الطابور واقول لهم اليوم فكره بطيخه في بغداد واثرت على مستوى الكويت ولا الرياض، فاشياء طبعا كده من هذا القبيل. فعندي كان مواهب نوعا ما يعني، وسقلت بعد ذاك في شيء سميناه الرابطه القلميه في مكرم المتوسطه مع بعض الاخوان، اسمه محمد سعيد في الرياض الان. فهذه الجمعيه سميناها جمعيه الرابطه القلميه، يعني باعتبار كان معروف من زمان تعيد ابو مادي واحمد الشوقي الذين كونوها زمان في ايام السلام. نعم. اي نعم. فتاثرا بهؤلاء الادباء والشعراء الكبار يعني كون هذا الرابط بشكل مسقر في بكرام مع بعض الاخوه في جمعيه الثقافه والاعلام. فالموضوع ظهر من ذاك اليوم يعني الان نوعا ما واحد ليالي ثقافيه. وفي الثانويه نقول الشعر في الامام يعني فتره مسائيه مره في الاسبوع بشكل يعني اسبوع. يوم عندنا كان طابور في الصباحي نقرا اخبار وبعض الاشياء الثقافيه، قصائد ايا كان نوعها في الطابور. فمن هنا تقريبا الموهبه في الاعلام بدات تتكون نوعا ما، وحب اللغه بدا يعني واحد بقى يسمع لشعراء كبار يعني فرزدق وإيلي ابو مادي واحمد الشوقي وهو حافظ ابراهيم، هؤلاء جهابذ في اللغه العربيه. والى ان نوعا ما وان كان الجانب الاكاديمي كان غير كده، لكن الموهبه الادبيه او الاعلاميه بدات في ذاك الزمن
في وثقلت في كسلة الثانوية الإذاعة المدرسية كانت موجودة لما جيتوها؟ نعم نعم، إذاعة موجودة، كان موجودة، نعم كان عندك فيها حاجات؟ والله أنا نوعا ما يعني في الفترة دي كنت يعني نوعا ما اشتغلت على الجانب الأكاديمي أكثر، وكان نوعا ما كان في يعني منافس ضخم جدا في كسلة الثانوية. وما كان في شط، كان في شط رياضي نوعا ما، بس ما كان كثير صراحه الجانب الثقافي او الجانب الادبي في الجانب ده، فكنا اكاديميين نوعا ما حتى حق الجامعه الاكاديميه. انا في الاذاعه المدرسيه دي الثانويه الاكاديميه كنت مدير الاذاعه. نعم. رئيس الاذاعه ومدير الاذاعه لمده 3 سنوات، وعندنا فيها ذكريات مع الاستاذ العاز، ربنا يديه الصحه والعافيه. نعم نعم. ف يعني ان شاء الله يوم كده ربما في هذا البرنامج او غيره، انه وحتى الجمعيه الادبيه اللي ذكرتها برضه تحت رعايه استاذنا عبد الرحمن الشابك وتحت اشراف الاستاذ محمد المصطفى شلال رحمه الله عليه، برضه المتوسطه منها بدينا لما كنت رئيسا للجمعيه الادبيه برضه في ذلك الوقت. ولذلك هذه المحطات وكانك تعيدني الى الذاكره والتاريخ والزمن الجميل استاذ محمد. طيب الله يخليك استاذ محمد، بتكتب برضه بتكتب خواطر؟ هو انا صراحه يمكن كتابيا احسن من الجانب الاعلامي، يمكن الجانب اللي هو التحدث اكثر، فانا بكتب نوعا ما. ايوه. الكتابه بدات كذلك مبكرا، يعني كنا نقرا زمان في بعض الجرائد السودانيه ما يسمى اسمه قلب الشارع، كان نقرا فيها مواضيع نوعا ما كده وفيها نوع كده من الحلمنتيش وهذه الاشياء. فبدانا من ذاك الزمن يعني ايام الجامعه تقريبا في كتابه بعض الاشياء الصغيره. يعني من ضمن الاشياء اذكر كتبت روايه لواحد شاب يعني كان في قريه ما ودخل الجامعه، فجاه لقى نفسه قاعد في اضواء ومع خليط من البشر وناس يعني وما اعرف، ففجاه لقى نفسه اذا ما كان متميز في دراسته وكان دخل بنسبه عاليه الجامعه، لقى نفسه يدخل في كذا مواد في الجامعه. فهذا الجانب كان اثر فيه نوعا ما، فعملت كان نوعا ما كتاب يعني شيء من هذا القبيل. فسيخت هذا الكلام في شكل مهم كده مقال، فطالب نابغه من القريه الى المدينه، ثم يعني المدينه بزخمها الكبير وبهرجتها واضواءها دلعته يعني. اخذت هذا الشاب الذي كان يعني متميزا في مكان ما في الجامعه، فجد نفسه امام هذا كل البهرجان الضخم، فذهب به يسقط يعني مره واخرى وثانيه الى ان يعني فصل من الجامعه بسبب يعني جانب اكاديمي وهكذا. فبدانا نكتب في هذا الجانب نوعا ما. والان برضه اكتب احيانا في المناسبات، يعني ايا كان مناسبه دينيه. نعم، انت كثير الكتابه صح. نحاول يعني، هي صراحه اجتهادات نوعا ما لكن هم يعني منكم نستفيد نحن. اسمح لي انا اسلم على اخونا عبد العثمان. عبد العثمان مش الموجود كنتيباي، الموجود في استراليا، لكن كان عندنا طالب في المرحله الاعداديه اسمه عبد العثمان، وكان بيقدم لنا النشره الكاذبه يعني النشره الخفيفه يعني. فكان دائما يفتتح النشره حقه عبد العثمان، وانا كنت مقدم الامسيه دائما كل يوم الاربعاء كانت وكنت والله دائما مشتاق يعني لهذا اليوم 200 يجوا كده بتاعه وذكريات طويله. فعبد العثمان كان يقول في نشرته الكاذبه نعم اذاعه سقط لقط من جميع المكان ملقط، إذا تابعتها يمسكك السقط وأرجو أن لا تتابعها إلى الأبد يا ولد. وديه الوقت ذاك نحن صغار وأطفال قاعدين في الشريفي في العراء والدنيا برد عارف، ولابسين ملاياتنا كده وبتاع ونقدم الاحتفال يعني، ومرات يكون في السخانة. فعبد العثمان يمكن مذيع النشرة، ودائما كان عنده في كل أسبوع أنا بجيبه في النص يعني عشان يكثر الرتابة للمتابعة وكده، وكانت من أهم الفقرات في الجمعية الأدبية. أستاذ عبدو، أستاذ لا زلتم أيها الإخوة المشاهدون لشبكة سلام الإعلامية، ما رأيكم أن نخرج لفاصل قصير إن شاء الله ونعود إليكم بعد لحظات، فكونوا معنا أيها المشاهدون الكرام. طيب ها نحن قد عدنا مشاهدينا الأعزاء، والحديث مع الأستاذ محمد علي سعيد حامد المقيم في مدينة ميلبورن هنا معنا، وهو رجل إعلامي ورجل يحب هذه اللغة ويخدم ويعمل من أجلها في موقع
وإذاعة عونة الإلكترونية. وأستاذ محمد، طيب الآن أنت يعني ليك فترة من الزمن الآن شغال في مع أخونا أبو وليد في عونة في الإذاعة كده، وأنتم تخدمون هذه اللغة وبتقدموا فيها برامج وأخبار وتغطية كويسة كده. فكرة المشاركة مع أخونا أبو وليد لدعم اللغة العربية جات كيف؟ طيب يا أستاذ، يعني حقيقة يعني نحن عندما بدأت صراحة مع الأخ عبد الوهاب في عونة، أولا صراحة الهدف الأول كان أن نخدم مجتمعنا المحلي سواء كان في الداخل أو الخارج. نعم. الموضوع الثاني يا أستاذ أحمد، كما تعلم أنت النهوضة العربية يعني عندنا بسيطة على مستوى يعني مجتمعنا صراحة، يعني وتكاد يعني صراحة يعني تحسب بالأصابع. فمن هذا الجانب فواحد فعلا يعني آل على نفسي أن تكون هذه اللغة يعني موجودة صوت وصورة ومن جانب إعلامي ويسمعها الكل. نعم. ففعلا يعني دخلنا في برامج صراحة يعني برامج إخبارية في عونة، وكانت البرامج صراحة يعني كان بتقدم بشكل أسبوعي، لكن توقفت يمكن لظروف ما سواء كان كورونا أو غيره. وهنالك كذلك برامج أخرى، لقاءات ومع بعض الشخصيات السياسية والوطنية في المجتمع. فالهدف يا أستاذ من كل هذا الموضوع طبعا هو أن نخدم مجتمع إريتريا الذي يهمه الجانب اللغة العربية. نعم. يعني هذا كله يسب من أجل اللغة العربية، انه فعلا يعني حاسين اللغه العربيه محتاجه يعني ناس يخدموها. وانتم استاذ يعني ما شاء الله يعني لكم دور واضح في هذا الجانب، ونحن يعني دائما انتم نحن نستلم دروس منكم انتم. فنحن في عونة عملنا نوعا ما متواضع، كلنا لكن نتعلم من بعض. نعم، ما في شيء، كلنا انت الاعلام، انتم الاعلام طبعا نحن صراحه لازم نحفو على اجلنا. فمن هذا الجانب وجانب القيادة على اللغه العربيه والبرامج العربيه، صراحه هذا الجانب الذي جعلنا يعني نبدا برامج عربيه ونجتهد بقدر الامكان انه يعني نوصل صوتنا باللغه العربيه، حتى يعني الواحد يعكس جزء اسيل في الوطن اللي هو جانب اللغه العربيه. وهذا الكلام استاذ احمد يمكن يقودني الى تفاعل الناس والجمهور الذي تتحدث اليهم وتكتب لهم، وتفاعل المشاهد برايك ليس حصرا على عونة، لكن كل المنافذ العربيه والنوافذ العربيه التي تطل، سواء كان اذاعه وتلفزيون او حتى الموقع الكتابي. تفاعل الجمهور المستهدف يعني بشكل صريح كيف تراه او تقيمه كيف استاذ محمد؟ للاسف الشديد استاذ احمد، يعني ناس صراحه الجماهير فعلا تفاعل مع النوافذ العربيه خاصه، يعني ما عارف السبب شنو، لكن بكل يعني صراحه وحقيقه نقولها التفاعل مع هذه النوافذ العربيه يكاد يكون اضعف من ضعيف. وهذا طبعا مشكله يعني حقيقه. يعني انت لما تقارن من الطرف الاخر يعني من المشاهدات او الاشياء الاخرى، تجد الواحد يعني صراحه فرق شاسع. فهذه مشكله. يعني احنا محتاجين صراحه، يعني انت اقل شيء اخي العزيز او المشاهد ادعم هذه النوافذ، يعني ما اكثر من لايك اقل شيء، يعني اذا كان ما عندك جانب اخر. فاعتقد الجانب الاعلامي خاصه في اللغه العربيه والعربي خاصه فعلا في قصور غير عادي، وانا اراه صراحه يعني ضعيف، لكن املنا كبير ان شاء الله في المستقبل بان هذا الجانب يقدر يتفاعل ان شاء الله، والناس تسوي سلطه ان شاء الله الى ابعد. هل هي مشكله محتوى برايك؟ هل هي مشكله محتوى؟ والله اعتقد المحتوى لا باس به يا استاذ، مع الشيء الموجود عندنا. اعتقد التفاعل ده صراحه انا صراحه ما قلت له صراحه يعني اجابه يعني كده يعني صريحه كده، لكن المحتوى لا باس به. يعني الناس بتعمل بقدر امكانياتها وبالقدر الذي عندها يعني. ايوه. فيفترض الناس، يفترض المشاهد الكريم يفترض يكون في تفاعل مع هذا الجانب، خاصه قلت لك اللغه العربيه هذه اللغه انت بتتكلم عن لغه يعني هي هويتك، هي دينك. شفت كيف؟ وهي جزء اساسي في اريتريا. نحن الان نتكلم عن لغه موجوده اساسيه في بلد اسمه اريتريا. فنحن عندما نعمل برنامج باللغه العربيه سواء كان في إيرسات او سواء كان في قناه سلام او سواء كان في عون او غيرها من كل النفس العربيه، نحن نعكس توجه اساسي في وطن اسمه اريتريا. هذا التوجه اذا لم يجد التفاعل من الجماهير يعني ما حيصل لصوته ولا حيصل لصوت اللي عايزين الناس اللي قدام. فلا بد الناس تتفاعل مع هذا الجانب. الغريبه استاذ محمد، الغريبه نعم على المستوى الفردي كده الناس كلها تتباكى. يتباكوا بمعنى شنو؟ يعني يقول لك والله اللغه دي مستهدفه، واللغه العربيه دي لابد من هناي، والناس اللي قاعد يستهدفون كتار، وخلاص دايرين يمحوا هذه اللغه والنظام وغيره. يعني الشكاوى الموجوده دي لا حصر لها. في نفس الوقت ما بتشوف في تفاعل من الامه دي ذاتها اللي بتشتكي.
فهي يعني حالة غريبة كده. كيف تفسرها أستاذ محمد؟ والله استاذ احمد يا اخي، انا اعتقد يعني احيانا في حاجه اسمها العجز السلبي. الانسان احيانا بيقول لك ده لا مم. بجد، لا بجيب حجال، لا بجد واحد يعني احيانا كده. يعني ده مثل السودان معروف طبعا، الشخص يعني أيوه. لا هو لا بيغني ولا بيصفق حقيقه. الشخص انت عايز توصل صوتك كيف؟ يعني انا مثلا اديك ماده في لغه في يعني في قناه ما، اذا كان ما في تفاعل معها حصل كيف صوت هذا الصوت الى ابعد حد، الى الداخل او الخارج. فحقيقه انا مش عارف الحته دي، عارف في هذه عايزاها معالجه صراحه في المستقبل ان شاء الله. لكن اجد تفاعل الناس مع الفضائيات العربيه والنفوذ العربيه يكاد ان يكون يعني ضعيف جدا جدا. صحيح. لكن عسى ولعل يمكن الناس يعني تناقش هذا الموضوع باسهاب مع متخصصين في هذا الجانب ان شاء الله، ونشوف حل ان شاء الله في المستقبل، عسى ولعل يعني ياتي ثمار. لكن صراحه التفاعل يعني ضعيف جدا جدا. نعم. يعني نحن هسه ذاته ما يعني الدعم المادي ودعم الفكرة والدفاع عنها وكذا، ده ذاته بقى هسه متأخر. يعني صحيح. المتابعة، تخيل بالله، أضعف الإيمان هي المتابعة، والمتابعة نعم. دي ما موجودة. بينما الآخر شئنا ما أبينا حقيقة يعني شغال ومدعوم. مدعوم لما نقول مدعوم بشكل فردي، صحيح. بشكل فردي، ويحترم في هذا الجانب. شفت نعم. كيف؟ ولذلك أنا من عبر هذا البرنامج أيها الناس يعني أدعم هذه النوافذ العربية. وأنا تحدثت كثير في هذا الجانب مع، سواء كان مع الأستاذ في عبر شبكة عونة وغيرها، أنه النوافذ العربية هي نوافذ ملحقة وليست أساس، والملاحق دي بتتساقط لما ما تلقى الدعم. فمتى نكون مؤسسين؟ على سبيل المثال، الشبكة الوحيدة اللي بدت هذه القناة المباركة طبعا بدت اتجاهين، اللغة العربية والتقرينية، ولكن برضو نعاني من المشاهدة والمتابعة في القسم العربي. قناة سبتمبر اللي بدت ما عندها ذاته، هي بداية ذاته باللغة العربية. شوف كيف قاعد تتغاضف الأهواء هنا وهناك، وناس ما دايريننا ودفاع، وفي إشكالية يعني. نعم. نعم. يا ريت توجه كلمة أستاذ محمد دون هو الهناء، لكن برضو نحن ينبغي أن نعي طبيعة المعركة وطبيعة الصراع. تفضل أستاذ محمد. بالمناسبه استاذ احمد، احنا اذا مسكنا يعني زي ما قلت، هي في النهايه هويه، هذه اللغه تشكل هويه مجتمع كامل مسلم في اريتريا. يعني انا حاسه كلامك ده رجعني انه كيف كان اللغه العربيه سابقا في اريتريا. في برلمان في 1952 استاذ احمد، يعني البرلمان الاريتري اعتمد لغتين في البرلمان 52، اللغه العربيه مع شغاله اللغه التقرينيه. نعم. وبهذا الموضوع يعني الموضوع الاريتري بقى لغتين ثنائيات، لغه عربيه مع لغه تقرينيه. الشيخ الله يرحمه ابراهيم سلطان، اذكر عندما كان في البيت الابيض في الامم المتحده نعم. ضبط باللغه العربيه. الكلام ده صحيح. في، يعني تخيل هذا الرجل وأول من تحدث قال باللغه العربيه في الامم المتحده كان الشيخ ابراهيم سلطان. صحيح. هذا رساله تقريبا لانه هذه الدوله اسمها اريتريا فيها لغه اسمها اللغه العربيه، وده حقيقه طبعا لا احد ينكرها. يعني اللغه العربيه في اريتريا بعيده او عريقه يعني على مدى التاريخ. يعني من الهجرتين الاولى كانوا الحبشه من ايام اصحاب هجروا الى مصوع والتقوا بالنجاشي، وعارفين الحوار الذي جرى ما بين النجاشي والصحابه، يعني ابو جعفر الطيار نعم. نعم. وهكذا. فعايز اقول شنو، هذه اللغه فيها يا مهاجمات يعني محاربه صراحه. النظام عندما جاء الى اريتريا يعني فعل الافاعيل بهذه اللغه، بدأ يجفف منابع هذه اللغه. كيف ذلك؟ اخذ المشايخ والاساتذه من المعاهد الدينيه ثم تم اعتقالهم ووضعهم في السجون. هذا يا استاذ احمد يسمى زمان المستعمر عمل شنو؟ جف منابع الثوره باعتقال واباده القرى في اريتريا. عندما راى الثوره بتريد تنطلق طريق الانتصار، ماذا فعل المستعمر البغيض الاثيوبي؟ قام باحراق قرى اريتريا حتى يخرج ما يقول يعني انت فدي احرق البحر، فدي البحر حتى يكون هناك سمك. هذا النظام الجائر في اريتريا طبعا حاول اقصاء هذه اللغه بادخاله ما يسمى بلغه القوميات، اللغة الأم. نعم. هذه معركه بالمناسبه، الناس حقت تكون موحيه يعني في هذا الجانب. ادخل لغه الام هذا عشان ينتهي من حاجه اسمها لغه عربيه. لكن لو جينا في الحقيقه استاذ احمد، انا موجود حسب في قلب اريتريا مثلا، فاخوي في اخر شرق اريتريا مثلا في المرتفعات اتكلم معاه بهذه اللغه، ما اللغه العربيه تجمعنا. هذه اللغه هي تواصل ما بين اخي اللي فوق وتحت، يعني هذه اللغه حياه.
هذه اللغة يا أخواننا عبادة. نعم. هذه اللغة مقدسة، هوية. فأعتقد اللغة العربية محاربة من كل الجهات تقريبا، خاصة النظام الموجود في إريتريا حارب اللغة دي بكل الأساليب. فنحن لا نكون يعني حق ناخذ عبرة من النظام. هذه اللغة شئنا بينها هي لغة أساسية في إريتريا ولغة ثانية في احنا من إريتريا. حيث لا ندري قاعد نحارب هذه اللغة كمان بالضبط. كمجتمع، يعني كمجتمع، عدم التعاون وعدم المتابعة وعدم التفاعل وعدم الدعم، ده كله ليس في الإعلام وبس. نعم. حتى لو دخلنا للمدارس الليلة في دول المهجر، المدارس الموجودة الأسبوعية هذه لتعليم اللغة العربية وتعليم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، والله حاجة مخجلة في مجتمعنا الإريتري بأمانة. يعني مقارنة بالجاليات على الأقل في الحتة اللي احنا الموجودين فيها، والله حاجة مخجلة أستاذ محمد. يعني مقارنة بالجالية الإثيوبية والجالية الصومالية والجاليات الباكستانية والبنغال وغيرهم، يعني تلاقي والحمد لله نحن بنعمل هنا وهناك يعني اجتهادات بسيطة. صحيح، هو صحيح. سبحان الله. برضو حتى في المدارس دي الناس الإريتريين ما بيدفعوا أبنائهم إلى تعلم القرآن الكريم واللغة العربية. الناس أحمد يعني إضافة لكلامك الكريمي هذا، أعتقد الناس ما مدركة اللغة دي يعني حياتك هي يا أخواننا. والله ما يعرف كيف إنه واحد يكون قاعد مع واحد ما يعرف لغة عربية، وضعه كيف مثلا في مكان ما، سواء كان في جامع خطبة يقدم خطبة الشيخ باللغة العربية، هذا الشخص الذي بجوارك لا يتحدث اللغة العربية ولا يفهم شيء بهذه الخطبة. نعم. هنا أدرك ما هي اللغة العربية وأهميتها. والله في مثل هذا الأماكن أبناؤنا في خطر صراحة، خاصة في دول المهجر. إذا ما استعدينا من حسة وعلمناهم اللغة العربية، على الأقل يا أخي الناس تتفاعل مع مدارس بتاعت السبت الأحد، على الأقل المدارس بتاع الجاليات. فصراحة الموضوع يحتاج معالجة، وإلا حيكون في ضياع أجيال كاملة في المستقبل. الغريب كمان أستاذ محمد، الناس ما بيتحدثوا في بيوتهم باللغة العربية. هذه طامة أخرى. يعني طامة، يعني أنت بتفهم اللغة العربية، ابنك شنو يعني تتكلم معه بالإنجليزي وتتكلم معه بالفرنسي ولا بالجرماني ولا بالهناي؟ يعني هو ما قاعد يدرسها وقاعد هو متبحر فيها أكثر منك، يعني دار تتعلم منه، ده شيء آخر. لكن أنت ما تعمله ضحية، لأنك أنت دار تتعلم وتتعلم في شنو يا أخي. بعد 60-70 سنة أنت ذاتك حتعمل شنو يعني فهو قاعد يبقى ضحية لطمعك أنت، ويكون ضحية ما عنده علاقة بهذه اللغة العربية. تلقاك لو سألته عن اسمه ما بديك له ذاته اسمه معرب. نعم. اسمه مفرنج، يديك له أعجمي وهو اسمه عربي. مصعب اسمه مثلا ممكن يقول لك مصعب. هو أصلا خلاص بالجانب المحلي. هو اسمه أحمد يقول لك آمد. يقول له يا أخي أنت كده كلمتين ثلاثة يجيب. فبرضه دي جريمة مركبة، جريمة أخرى. فماذا أنت قائل أستاذ محمد؟ يا أخي تحدثوا مع أبنائكم وبناتكم باللغة العربية، إن شاء الله لغة مكسرة. أحسنت. نعم. استوى الصوت شوية، انخفض الصوت نوعا ما. يعني قصدي أنا يعني قاعد أقول تكلموا مع أبنائكم بالعربية. هذه رسالة صراحة يعني كبيرة ومهمة جدا لكل الناس موجودين في الميديا، سواء كان في أستراليا أو غيرها. هؤلاء الأبناء بعد فترة من الزمن حيكونوا نسوا حاجة اسمها لغة عربية خالص. وهذا يعني ضياع لهوية كبيرة اسمها إسلام. يعني إذا أنت ابنك ما عرف لغة عربية ما حيعرف دينه. فاحرص من الآن، وإن كانت الوضع أنت في دولة يعني غير عربية، اتكلم مع ابنك باللغة العربية. هو حتى لو ما رد عليك، حد عليك بعد فترة من الزمان، أنت اجبره على اللغة العربية، تكلم بهذه اللغة العربية، خليها فرد عين في البيت على الأقل يعني. فصراحة إحنا بنعاني. نعم أحيانا الأطفال بيعانوا من المشكلة بتاعته ما يفهمك، لكن حيفهم هو حتى لو ما في حيفهم مرة ثانية إن شاء الله. كرر الموضوع وخليك أنت في هذه اللغة. الموضوع موضوع صراحة اللي قدام فيه حساد عمر كامل، فيه حساد أجيال كاملة. إذا ما اجتهدنا الآن مع هؤلاء الأجيال والأطفال من حسه في هذا الجانب، صراحة مستقبل العيال ده في خطر جدا جدا. نحن للأسف يا أستاذ فقدنا الدولة. طبعا كان مش الدولة الواحد يعني يقدم فيها إجازة ولا شيء، فبقينا بين نارين. طبعا احنا أصلا يعني وضعنا معروف طبعا السياسي. فإذا أنت خلاص لابد من الشيء، لازم ابنك يتعلم اللغة العربية، لأنه ما يعرف دينه. يعني أنا والله يعني في أمثال وفي قصص غير عادية حصلت لي في البلد دي يا أستاذ، يعني ما يتخيل كيف يعني الناس يعني بيعانوا من جانب اللغة العربية دي. يعني أديك مثال أستاذ أحمد، يعني تفضل يا ريت والله احكي لنا. واحد اتذكر واحد قال يعني كان واحد شاب تركي طبعا مسلم، وكان بيمشي مع أصحابه وما عادي يعني خواجات دين. هذا الشاب يعني مرة كان النادي ليلي، فالمين في هذا النادي لقى ورقة واقعة على الأرض، فرفعها وجد فيها مكتوب فيها لغة عربية. هذا الشاب
وجه هذه اللغه العربيه. هو طبعا في النادي الليلي هذا، فقال لاصحابه والله يا اخي انا وجدت قران لغه، هذا قران هذا لا يمكن انا هسه اخش هذه الورقه ارميها في محل الزباله هذه. فقال له انت راجل مجنون ولا ايه لغه عربيه وبتاع؟ قال لهم يا اخي والله هذه لغه وهذه قراننا، فماذا افعل بها الان؟ ما ينفع اخش انا جوا محل المشاكل هذه وادف في ورقي. فيقال ان هذا الشاب اخذ الورقه هذه واكلها سبحان الله عشان ما يرميها في حته النفايات وهكذا. ايوه. الان هذا الشاب بقى في حيره، قال لهم انا خلاص يا اخوان دخلت هذه ورقه فيها قران وفيها لغه عربيه، ما ينفع ادخل معاكم في الكلاب او اشرب خمر، لاني اخذت شيء مقدس في بطني. الشباب يعني استغربوا، يعني ايه؟ قال لهم انا ماشي بيتنا خلاص راجع. هذا الشاب يعني قيل انه كان هذه الورقه كانت سبب توبته وبقى شيخ وداعيه الحمد لله. يا سلام. فتخيل يعني بهذا المستوى اللغه العربيه يا اخواننا لغه هي لغه شوف مقدسه. يقدسوها كيف يعني؟ غير العرب يعني تخيل الشاب بس يعني شاف الكلمات عربيه وكان السبب يعني في توبته ورجوعه من الطريق المنحرف هذا. فتخيل هؤلاء الناس يعني ولا يعرف لكن لقى بس حروف عربيه يعني هذه اللغه العظيمه هذه، فافتكر هو القران طبعا حسب ما فهم، فقال بدل ما ارميها في النفاح بلعها، قال بلعها من هذا البلع. هذا الشاب يعني طلع من هذا النايت كلاب او النادي الليلي، فكان يعني بعد ذاك قال لهم انا يا اخوان لا حشرب ولا شيء، لان انا بعد ذاك في بطني شيء مقدس اسمه يعني قران او لغه عربيه. فكان له توبه نصوحه. ويقال ان هذا الشاب يعني هذه القصه سمعتها من اخ يعني اعرفه من الاتراك، وكان يعني الان قال الشيخ بقى شيخ الحمد لله وتاب. ما شاء الله. فتخيل استاذ احمد يعني هذه اللغه يعني وضعها كيف حيكون؟ يعني الناس تجتهد بقدر ما تمكن، لانه هذه الاجيال صراحه ممكن. وانت اشرت استاذ محمد هسي زي ما قلت، مع عفوا المقاطعه، اشرت فلنتخيل عزيزي المشاهد والمشاهده الكريمه، فلنتخيل الان رجعنا البلد كلنا، بس يعني ربنا كده بلطفه كده وكرمه يعني ازال كل الغيوم وكل المسائل، وعاد الناس من هنا استراليا، من بريطانيا، من المانيا، فرنسا، الدول الافريقيه كده، الشرق الاوسط ده اهو حافظ لنا اللغه دي شويه. تخيل الامم الموجوده في امريكا وغيرها، رجعنا البلد باولادنا وباولاد اولادنا، نزلنا البلد، تزل البلد، انت لا تعرف لغتك، لا تعرف اللغه ذاتها. واللغه العربيه لما نقول في اريتريا بتجمع، هي رمانه الميزان الوطني في اريتريا، ليس للمسلمين وحدهم، حتى لغير المسلمين. اما المسلمين دي التسعه القوميات دي قريبه الست قوميات كلها، لو شلت من هنا وهنا كلها مسلم الست قوميات، ما يجمع بيناتهم هم هذه اللغه. فانت حتدخل الى واقع لا تعرف تعمل فيه ايش يعني. فنقول نحن ايها الناس يعني كده بس خذوا هدف العوده او امل العوده، اذا عدتم بغير لغتكم والله لن تفعلوا ولن يعني تتمكنوا ان تفعلوا شيئا، لانه الاخر شغال، والاخر ده جاي بلغته وجاي هنا. حتى لو مسكنا الكتب العربيه استاذ محمد، يعني بتصدر قصص او كتاب تاريخي او غيره باللغه العربيه، سواء كان هنا او في مكان اخر. شو بالله نسبه المبيعات بالنسبه للكتاب العربي شنو، ونسبه المبيعات للتقنيه واللغه الانجليزيه قدر شنو يعني؟ حاجه مخجله، حاجه مخجله. وكتار من الناس ما يطبعوا ولا يقول لك حيقرا لنا من يعني يشتروها منه. فبرضو عندنا ازمه حتى في الناس اللي يطبعوا، برضو الشراء ما مشجع يعني. فالحته دي كمان يا ريت استاذ محمد، ولك تجربه اعتقد يعني الكتب صحيح. التي نراها يعني. نعم احسنت استاذ احمد، فعلا دي حته مهمه جدا واساسيه صراحه. والشيء الثاني الاهم كما سمعتم لك جيل اخر موجود في اريتريا. انا الان الام والاب غالبا في بلد ما في السودان او في اريتريا او غيرها. هؤلاء الاطفال حتوصل كيف مع الجيل الاخر؟ في انقطاع حصل بين الطرفين. صحيح. لان اللغه تقريبا يعني بقت حاجز بيناتهم. فدي برضه انا كنت حاسب حساب صح، انت عندك اهل ثانيين في مكان ما، هذه الاطفال اللي حيتواصلوا معهم كيف اذا كان ما في لغه عربيه؟ هذه كارثه اخرى. بالنسبه للمطبوعات والعربيه وغيرها، احنا صراحه برضه هذه حته مهمه جدا جدا صراحه. احنا تقريبا استاذ احمد عندنا في عوات سكول يعني بشكل سنوي عندنا معرض يعني يقيمه معرض الكتاب. نعم. في هذه المدينه بشكل مع الاستاذ الامين. فصراحه كما ذكرت يعني التفاعل مع الاستاذ الامين نحييه. نعم صراحه التفاعل مع هذه الجوانب كذلك في الجانب العربي
يكاد ضعيف كذلك، ما بمستوى الطرف الاخر صراحه يعني. نعم. فهذه برضه يعني مشاكل صراحه نعاني منها يعني، واحنا يا اخواننا بنتكلم يعني في لغه وفي مجتمع وفي جنس كبير. وحتى لو جينا للنسبة، عارف نسبة ما يطبع وما ينشر باللغتين العربية والتجرينية سواء كان في الداخل والخارج، أصلا ما في وجه مقارنة بالمرة، حتى بمستوى الطباعة والنشر والتوزيع ومستوى حتى الإنتاج، أهو اللي هو نتاج لهذا مستوى الإنتاج ينعكس عليه طبعا. فأنا بقول إنه يا إخواننا التباكي على إنه هذه اللغة، ولو دايرين تعرفوا قيمة هذه اللغة أيها المشاهد الكريم، أسألوا الأجانب الموجودين معاكم. وزي ما قلت أستاذ محمد، والله كتار لما نكون قاعدين في المسجد وتكون الخطبة بالعربي وبالإنجليزي، كتار يكلمون يقول لنا والله أنتم محظوظين، أنتم ناس يعني ربنا اصطفاكم ويعني مكنكم من هذه اللغة اللي هي لغة القرآن، لغة الإسلام، عديل كده بيقولوها، وهي لغة الإسلام ما في شك، لأنه نزل بها القرآن الكريم يعني. ولذلك يعني تلاقي احتفاء وتلاقي يعني تعظيم وتقدير، ويقول لك يا فقط لأنك أنت بس تفهم اللغة العربية بيحترموك. وشوف عند أهلها كيف هي مهانة يعني هذه اللغة. ولذلك نحن عبر هذا البرنامج دعوة مكررة عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، نحن في خواتيم هذا اللقاء أستاذ محمد علي كده أدينا من ذكريات ومواقف ومما تحفظه من أشعار، سواء كان في فترة الدراسة أو من الأشعار الإسلامية الموجودة. يعني طبعا نحن فاجأناك بالسؤال. والله أستاذ أحمد يعني أنا طبعا يعني ولا يعني في غامة أديب وشعر بمستوى الأستاذ أحمد شريف صعب أن يقال شيء في الأدب والشعر. لكن أنا صراحة بحب أن نستمع للأدب والشعر، لكن صراحة يعني دائما الحفظ عندي مشكلة نوعا ما، أنا بميل للجوانب الرقمية أكثر مما يكون الجوانب الأدبية. صحيح. لو إني بحب التاريخ والجغرافيا كنت، لكن فلنقل يعني شيء كده من كل شيء ما قال من كل بستان زهرة يعني. جميل والله. يعني هذه اللغة الجميلة، اللغة المتميزة على مستوى العالم، هذه لغة الضاد الذي يعني صراحة يعني واحد يفخر بها، لغة حضارة وفن وأدب وثقافة. يعني صراحة اللغة يعني تكاد يعني تكون لغة من اللغات اللي ما في زيها تقريبا. نعم ما في شك. أنا بديك مثلا بعض الأشياء الصغيرة يعني مع مقاطع مثلا هو بيت من كل حاجة. تفضل. لك يعني إن شاء الله يعني مثلا عندما يقول لك يعني قفا نبكي من ذكرى يا حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي. نعم. يعني كأيش يعني أنا الذي ندى الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. متنبي. نعم. نحن قوم لست لنا صدور على ذاك أمرؤ القيس الأول. نعم. إحنا بديك طبعا من كل شيء حاجة كذا. المهم أيوة يا ريت والله، جميل والله. النيل من سلس هباء سلسله وساكن النيل سمار وندمان. يا سلام، العباسي يبدو لي ده. نعم. طفل المعلم وفيه التبديل كاد المعلم أن يكون الرسول. يا كل سلام. هذه الأبيات وهذه الأشياء. والشعر العربي يا أخي، اللغة العربية دي والله أنا يا أستاذ محمد يعني ما أقطع حديثك، الشعر هو فعلا شعر اللغة العربية. صحيح. فأنت شوف هسه قاعد ترطب آذاننا بالكلام الجميل يعني. نعم. يعني بعد القرآن الكريم وبعد السنة النبوية الشريفة يأتي الشعر يعني. أحسنت. هذه اللغة، عشان كده ربنا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر إلى آخر الآية. شفت كيف؟ فتفضل في الشعر أستاذ محمد. المهم يعني صراحة احنا أستاذ أحمد يعني في بحر ضخم ومتلاطم الأمواج. يعني هل نتكلم في لغة عربية يعني حاجة صراحة يعني يعجز الواحد أن يعني يتحدث في يعني حضرة الأستاذ أحمد جعفر وبرنامج بهذا المستوى. لكن صراحة اللغة العربية أستاذ أحمد يعني بحر كبير ومتلامس الأطراف. يعني يمكن تكون أخذت القصيدة يعني محمد. ما يمكن تكون أخذت القصيدة المعروفة دي، يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمال يزين جسمه وعقله. نعم. فنبدأ عادة التبرج نبذا أسمى وأقلى. يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلها. أحسنت. يا سلام. هذه اللغة أستاذ لغة يعني لغة صراحة من البيان. لغة يا أخي ترقى بأخلاق الإنسان ذاته. نعم. وإنما الأخلاق ما بقيت
فإنهم اللغة صراحة الواحد ذهبوا. نعم شيء صراحة مدهش، يعني عارف واحد لو قاعد يعني يعدد الذكريات والقصائد الذي يعني درسها، صراحة شيء مبدع جدا جدا. نعم على نعم كل حال اللغة العربية يكفي أنها شرف أن هي لغة أهل الجنة إن شاء الله يوم في الجنة إن شاء الله. نعم 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 وهي اللغة صراحة يعني لغة ضخمة جدا وكبيرة خالص، تحتاج مننا إلى جهد كبير وإلى تعاون، يعني صراحة حتى نصل بها إلى بر الأمان. خاصة أستاذ أحمد هناك في توازن ما بين كفتين، تقنيا واللغة العربية. إذا ما قدرنا نوزن هذه الكفة صراحة ما بين الجنبتين دول، إحنا فوضنا صعب جدا جدا، أنه في طرف آخر أنت نفسك وأنت آخذ لواء اللغة العربية. فنحتاج يعني من كل الناس الواعيه والناس اللي عندها باع في هذا الجانب تلعب دور القيادي في هذه اللغه، حتى على الاقل نعمل موازنه في ارتجال المستقبل ان شاء الله، والا الموضوع يكون فيه عدم كفه او عدم توازي، وهذه طبعا كارثه مستقبليه. فانا احب صراحه كل الناس سواء كان في الجاليات في دول الغرب او غيرها، هذه اللغه يدوها اهميه، يعلم الاجيال اللغه يعني فعلا، حتى يعني يكون لها دور كبير في نفوس الاجيال القادمه، والا حتكون الكفه في هذه اللغه يعني غير متوازنه وغير عادله. يا سلام. والله يا أستاذ محمد أنا سعدت بلقائك. الأستاذ محمد علي سعيد حامد، وهو صحفي هنا في أستراليا، وفي نفس الوقت برضو رجل يحب هذه اللغة وهذا الدين الحنيف. وبارك الله فيك أستاذ محمد، أنت من الذين يعني يدافعون ويكافحون لنشر هذه اللغة، وجزاك الله كل خير. نحن باسم كل مشاهدي قناة سلام الإعلامية في حلقة من برنامج مع اللغة العربية استضفناك وسعدنا بك كثير. كلمة أخيرة تودع بها المشاهد الكريم والمستمع في شبكة السلام، وعبر هذه الشبكة تحدث إلى من تشاء من الأحباب، وإذا دارت تسلم على شيوخك كمان وأساتذتك اللي غرسوا فيك هذه اللغة وحببوها إليك. تفضل أستاذ محمد. أنا أستاذ أحمد يعني في قمة السعادة في هذا اللقاء وفي قامة من أمثالك، وصراحة مهتم من هذا الجهد اللي تقوم به قناة السلام في جانب إحياء اللغة العربية في نفوس هذا الشعب يعني الأبي. وصراحة هذه يعني صراحة واحد من أقوى السلاح اللي يمكن في المستقبل احنا نقوم به هذا النظام أو الطرف الآخر. فجهد مقدر وجهد جبار لهذه القناة يعني الفتية، واتمنى صراحه ان الناس يعني تلقى يعني هذه القناه دعم من كل الناس والوقوف معها ماديا ومعنويا من كل النواحي. اما رسالتي يعني فاطالب واحبذ يا ريت كل الجاليات في الدول الغرب تهتم بالجيل الجاي هذا وتعلموا اللغه العربيه وتغرس في نفوسهم حب اللغه العربيه. هي لغه دين طبعا والقران، وهي هويه ودستور ولغه مقدسه، فياخذوها من الجانب هذا ان شاء الله، لانه احنا صراحه في معركه واللغه في خطر عندنا بهذا الجانب. فيعني انا صراحه يعني مشكور لهذا اللقاء الطيب المبارك، وان كان يعني نوعا ما يعني واحد صراحه هذا لو يحتاج الى مقام كبير واكبر لناس يعني ابشر والله ان شاء الله انت رجل هذه اللغه الله، وسنلتقي مره ثانيه ان شاء الله. استاذ احمد، واختم قولي بالصلاه معزمه على المصطفى والال والصحب دائما، على المصطفى والال والصحب سلاما تفوق المسك عطر مفخمه يقوم بها كل وجودي ويتلألأ. يا سلام، بارك الله فيك. شكرا لك. احسن الله عليك. شكرا لك، يعني شكرا، وجهك المتلألئ يا سيد الكريم. نحن سعدنا بك، وان شاء الله عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده نلتقيكم في الحلقه المقبله من هذا البرنامج. ستكون الحلقه 32 ان شاء الله اذا امد الله في الاجال. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على خير. باسمك اللهم وبحمدك، لك الحمد والشكر على ما أنعمت علينا بنعمة الإسلام أولا، وبنعمة هذه اللغة، ثم بنعمة الأخوة في الله والوطن والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.